انت من عشاق افلام الرعب النفسي، جهز نفسك للفيلم اللي جاي. فيلم ذا لونج ووك. الفيلم ده مقتبس من اول روايه كتبها ستيفن كينج، واللي ناس كتير بيعتبروها اكتر روايه سوداويه كتبها الراجل ده. القصه بتحصل في عالم مستقبلي غريب، بيتجمع فيه 100 شاب عشان يشتركوا في مسابقه مشي. بس مش مسابقه عاديه خالص، لا، ده الكل لازم يمشي بسرعه ثابته، وممنوع اي حد يبطئ او يوقف، لان اللي بيعمل كده بيتعدم فورا. والجايزة انك تاخد اي حاجة نفسك فيها، اي حاجة بتتمناها. بس طبعا التمن بيكون غالي جدا. اصحابك، راحتك، سلامتك النفسية، وكل لحظة توتر مرعبة بتمر بيها طول الطريق. الفيلم ده من اخراج فرانسيس لورنس، اللي عمل افلام زي فيلم هانجر جيمز. فيلم مقرر ينزل في السينما يوم 12/9، بس واضح انه هيكون تجربة نفسية تقيلة جدا ومرعبة. ويا ترى هيكون قد التوقعات ولا لا؟ قولولي في الكومنتات. ما تنسوش تقولوا رأيكم في الفكرة، وهل الروايات تستاهل تتحول لفيلم؟ ولو حد فيكم قراها قبل كده ما تنساش شاركنا رأيك. والسلام.